اهلا بيكم في خلاصة الكلام. فيديو النهاردة مخصصينه كله عشان مدام هناء مغتربة في فرنسا، لانها الحقيقة منزلة فيديو انها حزينة جدا، فقلت لازم نخش نواسيها لان احنا اقرب الناس ليها ومعزتها عندنا غالية. الحقيقة دخلت عشان خاطر اشوف هي حزينة ليه يا حبيبتي هناء، وفوجئت بان حزنها له اساس مش جاي من فراغ. فالحقيقة قلنا لازم نتكلم فيه ولازم نحل لها مشاكلها، وفوجئت ان مشكلتها كلها عشان خاطر قطعة الغيار بتاعت العربية. وقلت لها ليه يا هناء، ليه يا هناء بتشيلي في نفسك؟ قطعة العربية هتيجي النهاردة بكرة هتيجي، ليه تزعلي نفسك؟ قالت لي انا مش مزعلة نفسي ولا حاجة يا ابو حازم، انا بتمسكن عشان خاطر يجيلي شوية فلوس، عايز اغير العربية. قلت لها يا لئيمة لسه فيك الموضوع ده؟ قالت لي هو انا هبطل، بس انا بقى في دماغي ان انا ما اجيبش قطعة البتاعة دي، انا في دماغي ان انا اجيب عربية جديدة. قلت لها ده انا شايف في الكومنتات ناس عمالة تقول بيعوا الذهب، بيع الذهب وهاتيلك عربية بر نفسك. قالت لي بيع الذهب ده كلام يا ابو حازم، ده انا اكبر الذهب، انما بيع الذهب انا مش عندي حبايبي اللي بيسمعوا كلامي وبيصدقوني، انا لازم اتني وراهم لحد ما يجيبوا لي تمن العربيه. قلت لها طب انت انا سمعتك قلت حاجه كده هتورطك. قالت لي ايه؟ قلت لها انت بتقولي ان الناس اللي هيجيبوا لك القطعه اجازه هم بياخدوا الاجازه مع القضاه. قعدت تضحك وتقول لي يا اخي انت الوحيد اللي بتموتني بالضحك يا اخي، ده زلفة لسان. قالت لي وانا قلت كده؟ انا مش فاكره انا قلت ايه. قلت لها انت قلت ان هو واخدين اجازه، هم بياخدوا اجازه مع القضاه. قالت لي يا عم سيبك، هم بينسوا وما بيفتكروش الحاجات دي كلها. المهم ان انا كده كده هتني وراهم لحد ما يجيبوا لي العربيه او يبعتوا لي ثمن العربيه، وان شاء الله حتى احط جزء كمان فوقها ولا حاجه. انا كده كده اصلا العربيه دي اصلا خلاص كتر خيرها مش نافعه تاني. قلت لها طب وبعدين ده بقى لها اكتر من 20 سنه عندك، بس مش لسه المفروض ان هي تكمل عندك 40 سنه؟ قالت لي لا كفايه 20 قوي، ما هو انا لو هي ما عرفتش الم الفلوس انا هخليها ان شاء الله تقعد 40 سنه، لكن انا هفك الكيس، انا لا يمكن افك الكيس ان ما كانتش الحاجه دي تيجي من بره والسبوبه تجيلنا من بره، لا يمكن. طب وبعدين هتعملي ايه؟ طب انت رحت النهارده جبت شويه الحاجات اللي انت كنت بتعلني عنهم دول وجبتهم منين؟ والحاجات اللي هي الحنه والحاجات اللي انت كنت جايباها دي؟ قالت لي يا عم كنت واخده عربيتي، انا عربيتي اصلا مش ما فيهاش حاجه. ده انا بقول لهم كده يعني هم شايفين العربيه عطلانه ولا مش عطلانه؟ ما العربيه مركونه بره انا بدورها واروح واجي واعمل. يا عم فكك يا عم، هم مراقبيني يعني ولا هم يعني شايفيني؟ كبر دماغك، ادي هم يعرفوني اصلا الا عن طريق الفيديوهات. يا عم بيصدقوا كل حاجه، ده غلابه. طب وبعدين والناس اللي عماله تقول فك الكيس فك الكيس وايه الوضع والذهب عندك، هو انت عندك ذهب صحيح؟ قالت لي ايوه عندي ذهب وعندي كل حاجه. طب وعندك بيتين؟ قالت لي وعندي بيتين. قلت لها طب ده كلام، طب ما المفروض ان انت برضه ما تقوليش للناس كده الكلام ده ولا بتاع، تحاولي تجيبي من فلوسك وتحاولي تعملي كده. قال لي لا يمكن انا اجيب بفلوسي يا ابو حازم. يا ابو حازم الله يهديك الله يهديك، انت جاي تواسيني ولا جاي تتعبني؟ انا ما كنتش انا اطلع كله من بره، لا يمكن، ده انا هنأوي الاجر على الله. اشكركم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.